بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى حبايب واحلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا من جميع الدول اللي بيشرفونا وبينورونا في قناتنا وفي البث وفي قناتنا المتواضعة. يا رب القناة والمحتوى بتاعنا يكون بيعجبكم. النهاردة معانا أكلة سهلة وبسيطة. أكلة المستعجلة أنا مسميها كده على قد بساطتها، إنما ولادي وجوزي بيحبوها بصراحة. أكلة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، تعتبر مش مكلفة. يعني نص كيلو كبد فراخ هتعمل لك أكلة جميلة. طبعا ده بتنجان بقى ايه، أنا اللي مخللاه البتنجان، أنا اللي مخللاه في البيت. بتنجان جميل ما شاء الله يعني. عايزة البتنجان معاكي يحمر، حطي حتة بنجرية بسيطة كده وطبق مخلل حلو. أكلتنا بسيطة النهاردة خالص لاني كنت بره، فجيت طبعا يعني زي ما بقول لكم كده اكله المستعجله في 5 دقايق هتعملوها. وطبعا مقطعين طماطم وخيار. وتعالوا نشوف الاكله بتاعتنا. الاكله بتاعتنا عباره عن رز بالكبد، ما عليهوش قوانص. انا مش بفضل اعمل الكبد والقوانص مع بعض لان دي مش بتاخد سوا دي. آه عندي هنا حوالي نص كيلو كبد الموجود عندي. طبعا بما ان احنا بنربي الفراخ عندنا في البيت، فيعني ايه الكبد موجودة عندي. طلعت كيس كبد كده، قطعت الكبداية 2، مش بقطعها صغيرة، مش بقطعها اكتر من كده، 2 حتتين 3 كده بالكتير. بغسلها حلو، برشلها في شوية فلفل اسود. باجي عندي في حلة، بنعم بصلاية، اقطع بصلاية ناعمة كده، انزلها. شايفين يعني؟ اللهم بارك. اقطع بصلاية ناعمة كده انزلها في الزيت. بصوا الجمال، بصوا قطع الكبدة بقى. الله، والله يا جماعة ولا هتشموا لها ريحة زفارة ولا هتشموا لها أي حاجة. وكده كده طبيعي الكبد مش بتاخد سوا، يعني بتستوي على طول. زي ما قلت لكم بمسك بصلاية كده أنعمها، يعني أخرطها في قطع صغيرة كده. أنا بحب أنعمل بصلاية، عندي كبة كده يدوية بنعم بيها البصلاية. ماشي، في قلب الحلة بنزلها، حط شوية زيت قد البصلية تشويحة، يعني مش بخليها تاخد لون جامد، لون بسيط كده. وبروح منزلة الكبد عليها، اخلي الكبد بقى تتشوح مظبوط فيها مع البصلاية مع شوية الزيت، يعني تستوي 3/4 سوا. لان برضو مهما كان الكبد مش هتاخد سوا الرز، وعشان كمان ما احطش عليها الرز وهي لسه فيها دم او كده تبقى زفرة، لازم اسوي الكبدة حلو 3/4 سوا، اضمن ان ما يكونش فيها دم. بديها تقليبه مظبوطه. طبعا بنزل عليها ايه بشويه فلفل اسود. بنزل عليها ورقه لوري، حته فلفلايه حاميه كده صغيره، طبعا حسب الرغبه زي ما انتوا عايزين. اديتها تشويحه مظبوطه. غسله الرز بتاعي حطاه متصفي كويس. بروح منزله الرز على الكبد وعلى البصلايه. قد الرز تشويحه، بحب اشوح الرز بقى مع الزيت عشان يبقى مفلفل والحبايه بحبايتها كده. شوحنا الرز تشويحة مظبوطة. حطيت المية بتاعته، طبعا عارفين الرز البلدي قد المية قد الرز. انا بغلي مية للرز عشان الرز ما ياخدش معايا وقت. يعني مثلا ساعة ما باجي قبل ما اغسل الرز بروح حاطة ايه عبار الرز، يعني كوباية رز احط كوباية مية على النار تسخن. اتعودت على كده، حتى حبيبة بتعمل بنفس الطريقة. بروح منزلة المية المغلية بتاعتي على الرز بعد ما بحط البصلاية أشوحها، وبعد ما بحط عليها الكبدة. بعد كده بنزل الرز أديله تقليبة حلوة وأشمعه تشميعة حلوة كده في الزيت. بروح منزلة عليه المية المغلية بتاعتي. بحط له بقى مثلا ايه، عندي مكعب مرقة حابة أحطه ماشي، لازم أبهر الرز ده وأطعمه. مع ان هو الكبدة بنفس الطريقة دي بصراحة بتديله طعم جميل، زي يعني بيبقى نفس فكرة الرز بتاع الحمام المحشي، يعني نفس الفكرة. بس احنا هناكله كده، هنسويه حلو وهناكله. والله يا جماعة بيبقى طعمه جميل، احنا بنحبوه. انا واولادي وجوزي بنحبوا الاكلة دي. وكمان الاكلة دي في الشتاء اكتر، تدفي في الشتاء. يعني اكلة حلوة ومش مش مكلفة، ومش هخليكي تقفي كتير في المطبخ، ويعتبر حلة واحدة. طبعا بحط مع مثلا بهارات اللي انت عايزاها، ما تكتريش عشان ما تغيريش طعم الاكل. ورقة لوري،
لو عندك فص مستكة حطيه، ما عندكيش خلاص مش مشكلة، هو ورقة لوري شوية فلفل اسود، لو عندك مكعب مرة زي ما قلت كده حطي شوية وخلاص، حتة كده وخلاص. وهتسيب الرز يستوي معاكي حلو يتشرب، وهتغرفيه وهيبقى احلى رز هتاكلوه. يا رب الفيديو البسيط بتاعنا يعجبكم كده، والأكلة البسيطة على فكرة أنا عاملة الأكلة دي على القناة بالتفصيل. عاملة الفيديو ده على الأكل على القناة بالتفصيل. طبعا كانوا قاعدين جعانين فقلت لهم استنوا ايه أصور فيديو لحبايبي. بحب أشارككم كده كل لحظاتنا. يا رب القناة تعجبكم والمحتوى يعجبكم، بحبكم في الله، أحلى أخوات وأحلى متابعين من كل أنحاء العالم.